يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحوث السير جادك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة، نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في صور من القرآن. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان، وكذاك قد دخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا، روى ذا مسلم ببيان. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت ولا سمعته من أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان. واهن لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان. يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران. وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعهم من بعد بالإحسان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران. وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعهم من بعد بالإحسان. جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا. طاف السحاب وضرعه مملوءة غيثا يحاول في السحابة مخرجا. وإذا برعد للعظيم مسبح ومبشر بالغيث يبرد لاعجا. وتطلعت ظمأ العيون ودمعها من فرحة فوق الخدود تدحرجا. فإذا بغيث كالخيول تدافعت ألفى له بين المحابس منهجا. يهوي إلى الغبراء يمسح حزنها، فالبعد عنها قد أضر وأزعجا. فاستقبلته الأرض لقيا عاشق بعد الفراق من الحبيبة زوجا. يا ربنا أنت الكريم المرتجى،
فاجعل لنا من كل هم مخرجا. في الصبح إن جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجاء، من غير سترك يحتمي في بحره من كل مكروه إذا الليل سجى. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري من معرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري واقض مآربي واجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي واجدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني، أصهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحم معدمي واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسطرتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبوت بعد كرامة بهواني، لكن سطرت معايبي ومثالبي وحلمت عن سخطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم مال بشكر أقلهن يداني، فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولا أجعلن رضاك أكبر همتي، ولا أضربن من الهوى شيطاني، ولا أكسبن عيوب نفسي بالتقى، ولا أقبضن عن الفجور عناني، ولا أمنعن النفس عن شهواتها، ولا أجعلن الزهد من أعواني، ولا تلون حروف وحيك في الدجى، ولا أحرقن بنوره شيطاني، أنت الذي يا ربي قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان، فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان، أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان، لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك صوصفه بباب عيان، لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان، وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان، من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان، سبحانه ملك على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان، وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث
المبعوث من عدنان. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. وجاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بصورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني. فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني. لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني. كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني. قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني. وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني. من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم هجره كل أواني. لا تلقى مبتدئا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. قل غير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا تك في الإجابة واني. أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان. وتجنب اللفظين إن كليهما وما قال جهم عندنا